الجسم بيخزن الدهون؟ أول حاجة النشويات البسيطة. النشويات البسيطة بتعلي السكر بتاع الدم، وبالتالي بتعلي هرمون الأنسولين، وللأسف هرمون الأنسولين ده هو المفتاح بتاع تخزين الدهون وبيوقف الحرق تماما في الجسم. كمان الدهون بالذات الدهون المشبعة الموجودة في المقليات كمان بتزود تخزين الدهون، على عكسهم تماما البروتين اللي هو بيزود الشبع وبيقلل تخزين الدهون وبيزود الكتلة العضلية. كمان للأسف الهرمونات بتلعب دور أساسي في تخزين الدهون، زي ما قلنا هرمون الأنسولين زيادته، أو مشكلة في هرمون الليبتين، أو زيادة في هرمون الكورتيزول. كل ده ممكن يزود تخزين الدهون في جسمك. كمان توقيتات الأكل بتفرق كتير جدا في تخزين الدهون. تعالى أقول لكم إزاي التوقيت بتاع الأكل بيفرق كتير جدا. يعني الناس اللي بتاكل بالليل متأخر ده بيزود في تخزين الدهون، أما الناس اللي بتعتمد على الصيام المتقطع ده بيقلل مقاومة الأنسولين وبالتالي بيقلل تخزين الدهون، والناس اللي بتنظم وجباتها ده بيظبط هرمون الكورتيزول اللي بيلعب على تخزين الدهون. يعني باختصار حتى لو بتاخد نفس السعرات ظبط الأكل. باختصار كده وفي كلمتين، يعني حتى لو هتاكل نفس سعراتك ياريت تعتمد على الأكل الصحي وتسيب الأكل المصنع وتنام كويس وما تاكلش كتير قبل النوم وتحاول تعمل رياضة. كل ده حتى لو بتاخد نفس السعرات هتلاقي نفسك بتنزل في الوزن. والمعلومة دي مهمة، ابعتوها لكل الناس ودمتم بخير.